السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا؟ مش هتصدقي لو قلتلك بمكون بنرميه كل يوم في الزبالة، أعزكم الله، بإضافات بسيطة. يعني كل الحكاية 5 جنيه وهتلاقي إن المطبخ بتاعك نضف بالشكل ده. شايفين الحيطان، الدهون المتراكمة بقالها فترة، وكمان هننضف بيه الشفاط. شايفين الشفاط بتاعنا متراكم عليه دهون بقالها كتير جدا. شايفين بمسحة واحدة بتنضف الشفاط وبتنضف حاجات كتيرة جدا هننضفها مع بعض في الفيديو. بس تابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله بتستفادوا، والوصفة فعالة ونتيجتها مضمونة 100%. شايفين الأوساخ بتشتال بكل سهولة اهي، وشايفين الشفاط ما شاء الله. وكمان هتنضف أصعب الدهون اللي موجودة وناشفة على العيون أو على المفاتيح بتاعة البوتاجاز. يعني البوتاجاز ده قديم بقاله 17 سنة. الدهون المتراكمة دي هتنضف دلوقتي. شايفين ما شاء الله. هتنضف وهننضف بيها كمان الدهون اللي موجودة برضو متراكمة على الباب بتاع البوتاجاز. شايفين الدهون؟ يعني الوصفة فعالة 100%. لايك وشير، ويلا نشوف الوصفة الحلوة بتاعتنا الفعالة دي ازاي عملناها ازاي النهاردة. مبدئيا كده هنا ده ليمون، انا ما برميش القشر، بحوشه كده في علبه في الفريزر. وده اللي انا كنت لسه عامله مستخدماه النهارده. بركنه بقى كده مجمع حبه على بعضيها في الفريزر. ولو ما انتش عندك حبه مجمعاهم، تقدري ان انت ب7 ليمونات تقدري تعملي الوصفه بتاعتنا النهارده. هنملى عليهم بقى كده شفشق ميه، وهنرفعهم على البوتاجاز لحد لما يتهروا بقى كده خالص، يستووا يتهري. تلاقي ان الليمونة عندك مهرية بقى بالشكل ده. ممكن في الوقت ده بقى تضربيها بالهاند بلندر، وممكن تضربيها في الخلاط زي ما يريحك. المهم ان احنا نضربها، وعايزينها ضرب يكون ناعم. هنبدأ ان احنا نضرب بقى الليمون بتاعنا. وزي ما قلت لك، لو ما عندكيش كمية الليمون دي، احنا طبعا بعملها بقى وبحفظها في الفريزر علشان وقت ان انا اعمل الوصفة اطلع واشتغل على طول. فالحبة دي كنت محوشاهم بقالهم كتير كده. بقى بعد ما ضربتهم بقى كلهم في الخلاط، شايفين القوام بتاعها تقيل اهو ما شاء الله. احنا مش عاملين بصار ولا عدس ولا حاجة، ده كده الليمون اللي احنا ضربناه مع بعض في الخلاط. تعالوا بقى هنشوف الاضافات اللي هنضيفها، وبجد اضافات بسيطة جدا يعني مش مكلفة خالص، وهتديكي نتيجة حلوة ومرضية في النهاية. هنسيبه بقى كده لحد لما يبرد تماما. هجيب بقى هنا كوباية مية، وهحطها في كوباية تكون واسعة بقى بالشكل ده. يعني تعايري كله بنفس الكوباية المج بتاع الشاي. وهحط عليهم هنا 3 معالق كبار هرميين نشا. والنشا هنا كمادة ربط، وكمان بتطعم معانا الوصفة بتاعتنا. هندوب بقى كده النشا لحد لما يدوب خالص، وبعدين هنشوف. اجيب بقى هنا كمان تلت كوباية مية، هنا تلت الكوباية. وهحط بقى المعلقة السحرية اللي هي ب5 جنيه، حوالي 5 جنيه وممكن أقل كمان. ده كده بوتاص بنشتريه من محل المنظفات بتاع الصابون. بتقولوا له عايزة بوتاص، بيكون عامل زي القشور بتاع السمك بالشكل ده، بيكون لونه أبيض فاتح. وفي منه سائل، ما تجيبيش السائل، هاتي اللي عامل زي القشور بقى بالشكل ده. وطبعا في الدول العربية له أسماء تانية، اسمه دوبشار واسمه قطرونة. احنا عندنا هنا في مصر اسمه بوتاص. هحط هنا معلقة واحدة بس. وطبعا ده كده تمن او ربع كيلو، بيقعد معانا فترة طويلة جدا، لان احنا ما بناخدش منه الا معلقة واحدة بس. بنبدأ بقى ان احنا ندوبه بقى كده في المية كويس كده الاول. وطبعا بتلاقي ان الكوباية سخنت، بيكون هو كده المفعول بتاعه قوي، ويكون ان هو ايه، الوصفة تبقى فعالة يعني ان شاء الله. يعني ان هو مش مركون عند العطار ويبقى بايظ ولا اي حاجة. بنزل بقى بيه كده على النشا. شايفين مجرد ما احنا منزلنا بيه على النشا، ربط كده على طول، عمل زي المهلبية زي ما انتوا شايفين بقى بالشكل ده. كده خلاص ضفنا النشا وضفنا البوتاص. بناخد بقى هنا من المكون السحري اللي هو احنا بنرميه بقى في الزبالة، الليمون اللي احنا عملناه مع بعض في اول الفيديو. باخد هنا برضو ملو الكوباية بقى بالشكل ده. ونبدأ بقى ان احنا نقلب بقى كل المكونات مع بعض. فاضل مكون واحد بس، وكلها مكونات من البيت، يعني ما اشتريناش حاجة والله غير البطاطس. هنبدأ بقى ان احنا نقلبه بقى كله كويس. وطبعا ادى اللون الاصفر الفاتح خالص ده تفاعل الليمون مع البطاطس. المكون الرابع بقى اللي هو صابون المواعين. الصابون السائل اللي احنا بنستخدمه طبعا شارياه سايب برضو من عند العطارية، مش مستخدمة نوع غالي ولا اي حاجة. بنبدأ ان احنا بقى نقلبه بقى كله كويس. يبقى حطيت كوباية مية،
وعليها 3 معالق كبار نشا، وحطيت تلت كوبايه ميه وعليها معلقه بوتاص، وحطيت هنا كوبايه من خلطه الليمون اللي احنا ضربناه في الخلاط وعملناه على النار، وهنحط كمان كوبايه من صابون المواعين، اي نوع صابون مواعين عندك. طبعا هنا اللون اغمق لما حطينا الصابون المواعين. هنبدا بقى ان احنا نعبي العلبه بقى بتاعتنا بقى بالشكل ده، وهنخلي حبه بقى في الطبق بحيث ان احنا تسهل علينا الاستخدام واحنا بنستخدمها دلوقتي. وطبعا بقى بقيه الليمون ببدأ بقى ان انا اشيله في علبة نظيفة بقى بالشكل ده، وبحفظه في الفريزر، ووقت بقى اكون عايزة اعمل وصفة بخرجه يفك، وبعدين بنبدأ ان احنا نشتغل على طول. بيسهل عليكي ان هو بيكون جاهز. هحطه بقى كده في العلبة وهنحفظه بقى في الفريزر. وتعالوا نشوف الحبة اللي اتبقت دي. طبعا العلبة اتملت، هنبدأ ان احنا ننزلها بقى على المكونات، مش شرط خالص يعني، بس عشان الحبة دي اتبقت. هنبدأ بقى ان احنا نقلب بقى كله مع بعضه بقى بالشكل ده. وكده الخلطة بتاعتنا اصبحت جاهزة ان احنا نقضي بقى على اي دهون هتقابلنا في المطبخ. تعالوا كده نبتدي الاول بالشفاط. وطبعا انا سايبه الشفاط مخصوص اللي يوصل بالمرحله دي علشان خاطر اعمل قدامكم الوصفه وتصدقوا ان هي النتيجه بتاعتها فعاله. بس في الطبيعي الواحد ما بيسيبش الشفاط طبعا لما يوصل للمرحله دي. فانا كنت ناويه اعمل الوصفه دي قبل رمضان، وكنت ناويه اعملها من فتره، بس كل لما اجي اعملها كان بيحصل ظروف. فقلت بقى ايه، ان شاء الله هعملها بقى كده قبل العيد، ونبدأ ان احنا ننظف بقى تنظيفات العيد بقى بالشكل ده. كل الحكاية ان انت بقى بتجيبي الفرشة بقى بالشكل ده، بتسهل عليك الاستخدام. ونبدأ ان احنا ناخد بقى كده من الخلطة وندهن مكان الدهون اللي موجودة بقى في الشفاط بقى بالشكل ده. وبجد تنظيف عميق يعني. هتنظف وهتشيل كل الدهون دي بقى لها كتير جدا. هسيبه بقى كده بس ايه 5 دقايق بس مش اكتر، علشان خاطر ان الخلطة بتاعتنا بتجف وبتنشف على ما ندهن بقية الحاجات اللي موجودة عندنا. طبعا الحتة اللي هي الفتحات اللي طالعة اللي طبعا تبع الفرن تحت بتلاقي ان عندي اسمرت على طول. ببدأ ان انا احط طبعا البوتاجاز نظيف ما فيهوش دهون ولا حاجة يعني، هي الحتت البسيطة دي. كل الدهون بقى هنا اللي هي موجودة على الحيطة بتاعت المطبخ. الحتت القريبة مني كنت بنضفها على طول. وطبعا برضو زي ما قلت لكم انا سايبه المطبخ يوصل بالمرحله دي علشان خاطر لما اجهز الوصفه معاكم تصدقوا ان النتيجه بتاعتها فعاله ومضمونه 100%. وبعد كده هنعمل بقى مع بعض وصفات تانية ان احنا للاستخدام الاسبوعي، مش هنسيب المطبخ بتاعنا بقى يوصل للمرحله دي تاني. عندي هنا بقى الماسوره بتاعت الغاز برضو بيبقى مطرطش عليها دهون بقى بالشكل ده. طبعا بقى بتاخدي بقى الطبق بتاعك كده بقى وبالفرشه وبتبداي ان انت تدهني. ولو مش هتطولي المسافات اللي بتكون موجوده فوق، بتجيبي المساحه اللي هي بتاعت الحيطان دي، وبنبدا ان احنا نحط عليها بقى من الخلطه بالشكل ده، بحيث ان هي تقدري ان انت توزعي بيها الخلطه وانت واقفه مكانك في الارض. وطبعا بقى الصح ان احنا نجيب بقى هنا رخامه او اي ترابيزه تكون عاليه ونقف عليها بقى، ونجيب المطبخ كده عليه وطيب بحيث ان احنا ننضفه تنظيف عميق. هنبدأ بقى ان احنا نوزع بقى الخلطة. وطبعا ما بسيبهاش بقى على ريحتها كتير، هي برضو 5 دقايق وتبدأ ان انت تدعكي علشان خاطر ان الخلطة بتاعتنا بتجف وتضطري ان انت ايه تحطي تاني او تحطي ميه. شايفين الدهون بتطلع ازاي؟ طبعا انا جبت هنا سلكة ستانلس، وتقدري لو عندك الدهون بسيطة جدا هتشتغل معاكي هتشتغل معاكي يعني بمسحه واحده بالفوطه. بس طبعا مفيش حلاوه من غير نار، علشان ما اكدبش عليكم واقول لكم ان الوصفه يعني مسحه واحده كده وهتروح. لا، لو الدهون عندك بسيطه خالص بمسحه واحده بس بالفوطه وهتروح. لو الدهون عندك كتيره بقى بالشكل ده، فالافضل بقى ان احنا نجيب سلكه ستانلس بقى بالشكل ده، وتبداي ان انت تدعكي. بتسهل عليكي بدل ان انت تقعدي تمسحي كده بالفوط وتبداي ان انت تغسلي الفوطه وكل الكلام ده. فالاسهل ان انا اشتغل بالسلكه الستانلس بقى بالشكل ده، وبعدين بقى ابدا ان انا اشطفه. شايفين ما شاء الله؟ شايفين يعني الدهون بجد بتلزق ودهون كتيره كتيره جدا. شايفين الدهون بتشتغل اهي، اصعب الدهون بتشتغل بكل سهوله. وطبعا يفضل هنا ان انت تلبسي جوانتي علشان خاطر لما هتعملي دهون كتير بتلاقي ان ايديكي فيها اكلان كده شويه، ولو ايديكي متعوره طبعا بيبقى الموضوع صعب جدا. فيفضل انت ما تشتغليش وتعمليش الحركه دي وانت تكون ايديكي متعوره، لان في اليوم ده كانت ايديا متعوره. فيعني
تعبت خالص، ايديا يعني وجعتني خالص. شايفين بقى ما شاء الله بتمشي سلكة ستانلس، بتبدأ ان انت تمشي بس يا دوب. شايفين الشفاط ما شاء الله رجع جديد اهو. ادي كمان اللي هي المروحة بتاعته. شايفين الدهون المتراكمة اللي كانت نازلة من عليه بقالها شهور. شايفين الدهون عاملة ازاي. وطبعا انا كنت سايباه بالوضع ده يعني علشان خاطر اجرب معاكم الوصفة والله، وكمان عشان خاطر ان انا كان عندي شغل وكان برضو عدم فضا. تمام. ادي الشفاط بتاعنا بعد ما نضف. شايفين ما شاء الله ولا كان احنا لسه شاريينه جديد. تعالوا بقى هندخل مع بعض على التقيلة دلوقتي. طبعا البوتاجاز ده احنا هو لنا مع بعض الذكريات. البوتاجاز ده بتاع جوازي بقاله 17 سنة. من 3 سنين كده حبيت اشتري واحد جديد، وبالفعل اشتريت. وجيت لما الراجل بقى جاي يركبهولي قعد يقول لي ده الزهر، ده القديم، ده الاصلي. يا ست حرام ما تعودهوش ومش عارف ايه. يا عم خلاص انا اشتريت الجديد، ركبهولي بقى وخلاص. كان في عيب بس ان هو ايه، المفاتيح كانت كل يوم والتاني بتبوظ، والباب كان بيبقى بايظ في بعض الاوقات. فطبعا ايه رجعنا والله الجديد بعد ما اشتريناه، وراح صلحولي. ومن وقتها هو شغال بقاله 3 سنين يعني. الدهون المتراكمه دي بقالها كتير عليه. فانا طبعا كنت بكسل انضفه، لان كنت بقعد اشغل مثلا الفرن بتاع البوتاجاز واقعد اكحته بالسكينه. فكنت بلاقي ان الموضوع صعب. فلما لقيت ان الوصفه دي فعاله فجربها عليه النهارده، وان شاء الله نضفت البوتاجاز ونضفت الحيطان. شايفين الدهون اللي بتبقى موجودة ده كده عند السقف من فوق، بتبقى الدهون صعبة خالص. وطبعا الأماكن دي الواحد ما بيقدرش ان هو يوصل ليها، لازم تقف على حاجة عالية. ببدأ ان انا ادعك بقى بالسلكة. وطبعا ما هقولكيش ان انت تمسحي بس بالفوطة مسحة، لا ندعك بالسلكة. والسلكة كمان تكون استلس علشان خاطر ما تسيبلكيش صدى على الحيطان. شايفين بقى الفرق. شايفين الدهون المتراكمة في الجنب من هنا، وشايفين الحيطان اللي احنا دعكناها مع بعض هنا دلوقتي. وكمان تقدري تعملي كده بالمساحة برضو وانت واقفة لو الدهون عندك بسيطة. انما لو الدهون كتيرة زي كده فتتعبي شوية وتقفي بقى على رخامة وبتبدأي ان انت تدعكي. تعالوا بقى نشوف البوتاجاز. بجد انا ما كنتش مصدقة ان هي هتنضف لي البوتاجاز. الدهون اشتالت، والحاجات دي بتبقى ناشفة جدا. وانا حاولت قبل كده ان انا اكحتها بالسكينة او بالمعلقة، ما كانتش بتطلع. اللحيتها بتطلع تتخربش كده، وبيفضل الباقي زي ما هو. شايفين الوصفة بجد فعالة جدا. فان شاء الله جربوها، وان شاء الله نتيجتها مضمونة 100%. وكمان حلوة جدا في فواصل السيراميك، وهنضف بيها حاجات كتيرة جدا في المطبخ. وده كده هنضف بقى مع نفس البوتاجاز. وتعالوا دي كده ضرفة المطبخ اللي بتكون موجودة جنب البوتاجاز، بيكون موجود عليها بقى دهون بالشكل ده، سواء خشب سواء ألمونتان. الوصفة تنفع معاها. أنا اللي عندي ده هنا ده كده خشب، فعملت عليه فما شاء الله نضف ما شاء الله. الدهون اشتالت عليه من عليه بكل سهولة. يعني ينفع في الألمونتان وينفع في الخشب. وطبعا تعالوا بقى هنا لما نقلنا البوتاجاز، الدهون دي بقى اللي بتبقى متراكمه تحت البوتاجاز. قبل كده كنت بقعد ادعكها كده بسلك وصابون، كانت بتاخد مني وقت كتير خالص وكانت بتتعب ايديا. انما دلوقتي احنا كل الحكايه ان احنا ندهن دهنه كده بقى بالفرشه، وتبداي ان انت بالسلكه اللي استلس وتبداي ان انت تدعكي. بجد بتطلع ونضف من اول دعكه يعني. مش ودعكه يعني مش بتدعكي بقى تحطي جامد، لا ده حاجه بسيطه يا دوب والله ان انت بتمشي السلكة. شايفين ما شاء الله السيراميك عمل ازاي نضف من غير من احنا نعمل مجهود نهائي. يعني بتمشي بس يا دوب السلكة، بحيث ان هي بتكون خشنة شوية بتشيل معاكي الدهون اللي بتكون موجودة. وده كده ظهر البوتاجاز برضو. لما رجعنا بقى البوتاجاز الحاجات الجميلة كلها ظهرت. بتبدأ ان انت تاخدي من الخلطة وتدهني وتمسحي بس يا دوب. ده بقى بفوطة مش هتدعكي كمان يعني. حتى لو الدهون كتيرة بقى تبدأ ان انت تدعكي. لو الدهون بسيطة بتلاقي ان انت مسحة وبتروح. وطبعا جوانب البوتاجاز حطيت لها برده من نفس الخلطة وغسلتها بقى بالشكل ده. شايفين ما شاء الله مكان العيون نضفت اهي. انا عملت لحد لما قدرت. الباقي بقى انا سبته مرة تانية علشان خاطر ايديا كانت متعورة، فكان الموضوع صعب جدا. شايفين ده بقى كده الباب بتاع البوتاجاز، البلوة الكبيرة بقى جدا. شايفين بقى الدهون المتراكمة قد ايه. انا طبعا حاولت افك الازاز بس ما عرفتش، فهنعمل كده من بره ومن جوه، هنعمل منها على الوش زي ما بنقول. بس المهم ان احنا نضفنا البوتاجاز بتاعنا ورجع جديد ما شاء الله.
يعني ما كناش متخيلين ان هو ينضف معانا. والدهون، شايفين الدهون، شايفين الدهون، شايفين، قولوا شايفين بجد والله العظيم. قوموا جربوا الوصفة دي، وان شاء الله تنظيفات العيد يعني كل الحكاية ساعتين 3 وهتلاقي ان المطبخ بتاعك نظف جدا. طبعا دي بقى كانت الشواية كنا شاويين فيها اخر مرة، وركنتها بقى كان عندنا ضيوف فما غسلتهاش بصراحة في يومها، فركنتها على المطبخ. لما ركنتها على المطبخ بقى في فوق، لمت بقى دهون بقى زيادة، فطبعا مسكت عليها بقى بالشكل ده. فلو قعدت اغسلها بقى بصابون وسلك كانت هتتعبني جدا. انما بقى بالخلطة دي بجد يعني دعبسي كده بقى في المطبخ، اي طاسة بقى، اي حاجة موجودة عندك، الخلطة دي هتقضي على الدهون اللي موجودة في المطبخ. ببدأ ان انا اوزع عليها بقى بالفرشة، والفرشة هنا هتسهل عليك ان انت الشغل يبقى معاكي سهل. نبدأ بقى ان احنا، والسلكة كمان الستانلس دي بتسهل عليكي برضو، بتكون خشنة كده وبتشيل الدهون على طول، يعني ما بتدعكيش بتحكك قوي الا لما بتكون الدهون كتيرة خالص. ببدأ ان انا اخد وادعك بقى كده الشواية بتاعتنا. وبعدين شايفين الدهون، شايفين الدهون اللي نزلت قد ايه، هناخدها بقى كده تحت الحنفية وبنبدأ ان احنا يدوب بس بنشطفها، بتلاقي ان الشواية بتاعتنا رجعت جديدة ما شاء الله. يعني ان شاء الله جربوا الوصفة، وان شاء الله ما تنسوناش بدعوة حلوة كده من قلبكم، دعونا كده بصلاح الحال، وربنا يهدي لولادي ويصلح لهم حالهم. شايفين الشواية بتاعتنا، جبتها لكم هنا بقى في الإضاءة، شايفين ما شاء الله نطفت ورجعت جديدة زي ما هي. وطبعا نضفت هنا بيها البراد الاستانلس. طبعا اللقطة دي ما جاتش وانا بدعكه، باخد وبدعك بالسلكة برضو الاستانلس، هي حلوة فعالة في الاستانلس. انما الالومنيوم ما انصحكوش تعملوا بيها اي حاجة الومنيوم. واعملي بيها ظهر الحلل الجرانيت والتيفال، ظهر الحلة اللي هي بتبقى شايلة من عيون البوتاجاز، ما قلتش الحله من جوه. تمام كلامي واضح. وعملت بيها هنا الشبكه بتاعت البوتاجاز، شايفين ما شاء الله، والصاجه لمعت، يعني البوتاجاز كله لمع من بره ومن جوه. فان شاء الله جربوا الوصفه، فعاله ومضمونه ونتيجتها مضمونه 100%. شايفين البوتاجاز رجع جديد اهو، والحيطان والارض. يعني هاتي واعملي الوصفه دي، مش هتكلفك كل الحكايه، هتجيبي ربع كيلو او 8 كيلو بوتاص وهيقعد عندك يمكن سنة واكتر، لان احنا مش هنعمل الوصفة دي الا كل فترة. وبتنضف معانا بقى بالشكل ده. شايفين الحيطان رجعت جديدة اهي ما شاء الله. وان شاء الله هعمل معاكم وصفة بقى للاستخدام الاسبوعي. مش هنسيب بقى المطبخ بتاعنا يوصل للمرحلة دي، علشان خاطر انا والله العظيم كنت سايباه كده بس علشان خاطر اصوره معاكم وتصدقوا ان الوصفة نتيجتها فعالة ومضمونة 100%. نضفنا بيها حاجات كتيرة جدا، ودي كده الحبة اللي اتبقت. ونضفت بيها كمان المطبقية بتاعت الاطباق والكوبايات، ودي كده الحبة اللي اتبقت منهم. ولو باكد عليكي، لو ايديكي متعورة حتى لو تعويرات بسيطة بقى بالشكل ده، يفضل يا تلبسي جواندي يا اما تستني لما ايديك تخف، علشان خاطر الوصفه دي بتعمل اكلان شويه في الايدين. فانا طبعا ما بتحكمش وانا لابسه جواندي، فطبعا كانت تعبانه جدا وانا وقت ما كنت شغاله. بس طبعا اتحملت علشان خاطر ان انا انجز واعمل المطبخ بتاعي يوصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي. لو شايفين ان المحتوى عندي مفيد، على طول يلا ما تترددوش، اشتركوا في القناه واضغطوا لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع لاكبر عدد من الناس. وكمان ان شاء الله اللي يجرب الوصفة ويلاقيها فعالة معاه، ان شاء الله تبقى فعالة معاكم. اكتبوا لي في الكومنتات ان الوصفة عجبتكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.